السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الترند اللي طالع النهاردة هو المكشكشة اللي عاملين لنا بيها هوس وأتمنها فلكية جدا. يعني أقل من الصاج اللي انت شايفاه دوت بكتير بتتباع ب400 جنيه، ولو كترتي أو كبرتي في القطعة والحجم هتبقى أزيد بكتير. انا مش عارفة ليه، مع ان اي ست بيت ممكن تعملها لولادها وتبقى حاجة وهم جدا جدا وتبقى بامكانيات خطيرة بكل اللي في البيت. يعني عايزة اقولك انها ما تكلفتش حاجة يعني عشان تبقى بالمبالغ الوهم دي. ما شاء الله، بطريقة جميلة وطريقة احترافية زي ما انت شايفة كده. بس انا طبعا هنا مش هقطع قطع كبيرة زي ما هم بيعملوها في المحلات. انا هدي للولاد، فبالتالي هدي قطع كده متوسطة الحجم. بصي ما شاء الله، الساق خلاص عليه العوض يعني. بصي ما شاء الله، بصي هنا جميلة وحلوة ما شاء الله، سقيناها الشربات. حطي بقى المكسرات اللي انت عايزاها بطريقة لذيذة وجميلة جدا. تعالي يلا نعمل ايه؟ المكشكشة. بصي جميلة ازاي، ما شاء الله، بجد بجد طعمها روعة. هي فعلا بجد طعمها خطير، الشهادة لله يعني. والطريقة بتاعتها لذيذة وسهلة جدا، وأي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة. بس هاتي جلاش طازة. هنا أنا الأول هعمل الحشوة بتاعتي. هجيب هنا 5 معالق من النشا، وهحط عليهم 5 معالق من السكر، وهنزل كده بمعلقة سمنة بلدي تحفة، وهحط 2 فانيليا، وهحط نص كيلو من اللبن الحليب. وكنت محوشة شوية قشطة حلوين كده حطيتهم على الخليط الجميل ده بجد. ولو انت عندك كمان شوكولاتة بيضة حطي شوكولاتة بيضة، بس انا بصراحة ما كانش عندي. هتزودي التست بتاعك وتخليه غني جدا. بجد بجد بتبقى رهيبة. الجلاش لازما يبقى طازة. انا اللي يعني بصراحة ما كانش طازة، يعني كان بايت في التلاجة بقاله يومين على اول رف. فيعني الحمد لله قدرنا ان احنا نتحايل على الموقف. هتجيبي كده كام معلقة سمنة بلدي وتسيحيهم، وتمسكي الطاسة او الصينية او الصاج، ايا كان اللي هي تستخدميه. حطي الاول سمنة، بعد كده انزلي باول راق اكنك بتعملي صينية جلاش عادي خالص. ابتدي بقى كده ما بين كل واحد وواحد راق نحط كده ايه السمنة. خلاص اساسا كده الحشوة اللي احنا بنعملها ابتدت انها تتقل وتبقى كويسة، نوصل لقوام التقيل، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. نبتدي هنا بقى ايه نقلبها. بصي القوام بتاعنا ما شاء الله، بجد بجد القوام تحفة. هي اساسا بيبقى طعمها جميل. لو عندك شوكولاتة بيضة حط لها. طبعا لازم تحوشي لها شويه قشطه، القشطه بتخليها غنيه كده وطعمها رائع. تعالي بقى يا ستي للافتكاسه بتاعه المكشكشه. تعالي بقى نلعب زي زمان، زي زمان كده لما كنا قاعدين في الفصل ونعمل المراوح، نقعد نعمل المراوح كده. هنمسكها بقى كده رق رق، ونقوم ونقوم دهنينه بالسمنة. السمنة بتاعتنا طبعا سايحة وجميلة، ونبتدي نعمل أكننا بنعمل مروحة بالظبط، أكنك بتعملي المروحة. تبتدي تكشكشيها كده 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 زي المروحة، وتبتدي تحطيها فين؟ في الصاج. نبتدي نعملها. تعالي بقى شوفيها معايا كده. بصي اكنك بتعملي زي المروحه، زي المروحه، وابتدي حطيها في الصاج. هتتنيكي تعملي كده لغايه ما تخلصي الصاج بتاعك كله بنفس السيستم بنفس الشكل، زي المروحه زي ما كنا بنلعب في الفصل واحنا صغيرين. نبتدي كده اهو دهنيها سمنه، وابتدي اعمليها زي المروحه، دايرين كده مره كده ومره كده لغايه ما تبقى بالشكل ده. بصي ادهني بقى الكفر بتاعها كله كده بالسمنه ودخليها. انا بما اني من قبل رمضان بيبقى العسل عندي جاهز، ببقى ماليه كده 3 4 ازايز عسل، فالاوريدي العسل جاهز. اول ما هتطلع فهقوم على طول
حاطه الشربات بتاعها. طبعا شربتها بيبقى خفيف، لو انت عايزاه خفيف فهم كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، نص ليمونه، واحده فانيليا، الشربات الخفيف. طبعا بتبقى شربتها خفيف زي البسبوسة، زي صينية الجلاش، بيبقى الشربات خفيف. قطعيها بقى زي ما انت عايزة، كبيرة صغيرة، بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بتبقى خطيرة. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني. يلا همي واعملي لولادك المكشكشة، ما تشتريهاش من بره، وفري ودبري. والسلام عليكم.